تعالوا نعمل أطيب وأسهل خبز ينفع للتغيوق الصبح، ناكله مع زبد أو مربى أو جبن سائل، حيل طيب يطلع. أول مرة أجرب طريقة مختصرة من ناحية التخمير وما أخذ وقت كثير. مثل ما ترشعون النتيجة رهيبة، طلع خفيف مثل القطن وبنفس الوقت مكوناته بسيطة. أنصحكم تجربون هذه الطريقة لأن راح تعتمدوها مثلي أكيد. تابعوا الفيديو إلى النهاية حتى تحصلون على نفس النتيجة. عندي هوني بيضتين حجم وسط، ويكون البيض عندنا بدرجة حرارة المطبخ، وأربع معالق أكل شكر، وظرف فانيلا، ونخلطهم بس يندمجون عندنا. نرجع نضيف كوب حليب دافي وكوب وثلث ماي دافي، ونخلطهم حتى يندمجون سوا. نرجع نضيف معلقة أكل مليانة خمرة أو خميرة فورية، ونخلطهم إلى ما تذوب الخمرة عندنا. بعد نغطيهم بنايلون وقطعة قماش ونتركهم لمدة 5 دقايق بس تتفاعل الخمرة عندنا. بالنسبة للطحين نحتاج 900 غرام. هذا الزرف وزنه 900 غرام، بس إذا ما كانت متوفرة عندكم هذه النوعية استخدموا أي نوع طحين مضبوط أنتم معتمدين عليه. ننخل الطحين وبعدها نضيفه، وإذا تريدون قياسه بالكوب يطلع 7 كواب وثلث. قياس الكوب اللي عندي حجمه 240 ملي. وهوني بعد 5 دقايق راح أضيف الطحين، ونضيف معلقة كوب مليانة ملح ونقلبهم. بس تختفي السوائل عندنا نضيف 6 معالق أكل زيت، ونبدي نعجنه مليح. نمسح الكاونتر بمعلقة زيت وننزل العجيناي ونعجنه مليح لمدة 5 دقايق. وبصينية نضيف رشة طحين ونبدي نقطع العجيناي. مباشرة أقطعها بهذه المرحلة، ما نتركها تختمر بهذه المرحلة، نشكلها وبعدين نخمرها. هكذا تصير سهلة علينا وهم نحصل على نفس النتيجة. نقسم القطعة قسمين وكل قطعة نقطعها 3 قطع، يطلعون عندنا 6 قطع. ندعك القطع على الخفيف ونحطهم بالصينية فوق الطحين، ونغطيهم بقطعة قماش لمدة 15 دقيقة يرتاحون حتى ينمدون عندنا بسهولة. وهوني بعد 15 دقيقة مباشرة نبدي نشكلهم. نمسح المكان بشوية زيت على الخفيف مثل ما واضح عندكم، وتكون الصفحة اللي بيها طحين من فوق، ونمده بهذا الشكل بالطول. نرجع نلفه بهذه الطريقة ونقفل الحوافي مليح. ونمدهم بهذه الطريقة إلى ما نخلص كل الكمية. هذه الخطوة كثير سهلة وما تاخذ وقت كثير.
وهوني بعد ما كملت كل الكمية راح أبدي أمدهم شوية وأشكلهم على شكل قذلي. ناخذ 3 قطع ونطبقهم من فوق وبعدها نقذلهم براحة. وآخر شي نقفل الحوافي مليح ونحطها بالشرح على ورق الزبدة، ونترك مسافة بين القطعتين لأن راح نتركهم يختمرون فراح يتضاعف حجمهم حتى لا يلزقون عدنا. إذا كان الشرح اللي راح تشوون بينه عميق بس غطونه بنايلون وقطعة قماش، بس إذا ما كان الشرح عميق نحط فوقه صينية تكون حيفتها عميقة حتى نترك مجال يتضاعف العجين عدنا على راحته. ونرجع نغطي الصينية بقطعة قماش ونتركها بمكان دافي لمدة 50 دقيقة حتى يتضاعف حجمهم. وهوني بعد ما تضاعف حجمهم عندي راح أدهن الوجه بصفاغ بيضة ومعلقة حليب، وإذا تريدون تضيفون شوية فانيلا. ويكون الفرن حار عدنا على درجة حرارة 190 مئوية من الأسفل لمدة 25 دقيقة، وآخر دقيقتين نعلق الوجه. وبس نطلعهم من الفرن مباشرة نغطيهم بقطعة قماش ونتركهم لمدة 10 دقايق حتى يبقى الخبز طري عدنا. إذا تريدون تخزنون الخبز تقطعونه وتحطونه بحافظة تكون مسدودة مليح ونحطه بالفريزة، وكل ما نريد نطلع منه وبعدها نرجعها على الفريزة. وهذه كانت وصفتنا اليوم، أطيب وأسهل خبز راح تجربونه. طريقته كثير سهلة وما ياخذ منا وقت كثير. أريدكم تجربونه وتعطوني رأيكم بينه. وإذا عجبتكم الوصفة لا تنسون اللايك للفيديو ومشاركة الفيديو، وإذا كنتم جداد على القناة اشتركوا بالقناة وفعلوا جرس الإشعارات حتى يجيكم إشعار من أنزل فيديو جديد. والمقادير مكتوبة بصندوق الوصف. وألف عافية.